السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض ميني بيتزا بطريقه سهله جدا وبسيطه خالص وهشه جدا وطعمها يجنن. يلا بينا نشوف المقادير اللي معانا. في الاول كده انا معايا كوبايتين ونص من الدقيق، ومعايا كوبايه من اللبن، وباكت خميره وتلت كوبايه من الزيت. انا نزلت كده بكوبايه من اللبن وبديل اللبن ميه. لو انت مش عندك لبن ممكن تستخدموا ميه. طبعا لازم أن يكون دافي علشان الجو برد زي ما احنا عارفين. نزلت كده بكوباية من اللبن، عليها باكت من الخميرة، عليها معلقة كبيرة سكر، عليها رشة من الملح. طبيعي الملح ده حاجة أساسي في أي معجنات معانا وفي أي حاجة. أدي رشة من الملح وتلت كوباية زيت في الأول. بس كده قبل ما ننزل بالزيت هنقلب المكونات دي كده مع بعضها كويس. ونزل بتلت كوباية من الزيت مع التقليب المستمر. طبعا أنا معايا هنا كوبايتين ونص دقيق قابل للزيادة، وممكن ما نعوزش زيادة على حسب نوع الدقيق اللي احنا بنشتغل بيه زي ما احنا متعودين. طبعا انا هنا نزلت، مش هنزل مرة واحدة، انا هنزل بالدقيق بالتدريج. نزلت كده على مرتين بالدقيق وهفضل اقلب، وبعد كده هسيب المعلقة اللي في ايديا وهلم العجينة بايدي. طبعا لو انت حاسة العجينة معاكي ملزقة شوية هتنزلي بمعلقتين كبار دقيق. بس هي اخدت معايا بالظبط معلقة كوبايتين ونص من الدقيق. طبعا لازم تعجني العجينة كويس. لو انت عندك عجان الافضل تعجنيها في العجان، مفيش عجان يبقى تعملي زي ما انا بعمل كده، وتعجنيها يجي 10 دقايق كده، حوالي 10 دقايق علشان تاخدي نتيجة كويسة منها. خلاص هي كده زي كده سابت ايدي خلاص، والبولة اللي معايا نطفت. هغطيها بقى بكيس بلاستيك، كيس تلاجة، واسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. كيس تلاجة وفوطة نضيفة. طبعا انا هنا بعد ما عدى على العجينه دي نص ساعه ما شاء الله حجمها بقى تضاعف اهو زي ما انت شايفه. شيليها كده من البول اللي فيها وحاولي تقسميها بقى الكور. هتقسمي العجينه اللي معاكي دي لحوالي 10 او 11 قطعه على حسب بقى زي ما انت عايزه، بس دي اسمها ميني بيتزا. فهتقسمي العجينة صغيرة شوية، ما تكبريش العجينة. طبعا دي مش عايزة اقول لكم، يعني بلا مبالغة احسن من بتاعة الفران 100 مرة. حاجة عاملاها على ايديكي وحاجة نظيفة وعارفة انت حاطة ايه كويس. وطبعا بتاع الفرن مش هيحط كمية الحشو اللي انت هتحطيها. طبعا فاهمة قصدي. فطبعا الحاجة لما تبقى معمولة في البيت بتفرق طبعا، غير النظافة. هاتي بقى كده واحدة اضغطي بس كده عليها بايدك، ومعايا بقى بولة صغيرة زي كده، ومعايا كوباية. ليه دول بقى؟ علشان تفردي العجينة بهم. انا مش عايزة افرد العجينة بايدي، ليه؟ علشان ما تبقاش مسطحة. انا عايزة ليها حرف، انا عايزة العجينة او الميني بيتزا اللي معايا تبقى لها حرف بالشكل ده كده. شايفين اللي معايا دي ليها حرف، فعشان كده انا محبتش ان انا افردها بايديا، فانا فضلت الكوباية او البولة الصغيرة اللي معايا دي. ولو انت عندك الاكواب اللي هي المعيارية دي هتفردها كويس جدا. ادي الحرف اللي انا قصدي عليه، تمام. طبعا بقى هنا معايا جبنة موزاريلا، ومعايا زيتون، ومعايا طماطم، ومعايا فلفل بس، ومعايا صلصة. طبعا انا الصلصة اللي معايا جاهزة. لو انتي ما عندكيش صلصة جاهزة هتقدري ان انتي تعمليها في البيت. انا هنا عملت ايه بقى؟ في الاول كده انا اتلخبطت وحطيت الجبنة الموزاريلا. طبعا لا، في الاول هتحطي الصلصة اللي معاكي، ولو ما فيش صلصة معلبة عندك، او مش عايزة تعملي ومكسلة تعملي الصلصة وعندك كاتشب، ماشي هيمشي زي الفل. حطي كاتشب، هيبقى برضو طعمه ممتاز فيه. معلقة كده من الصلصة على شوية جبنة محترمين كده. طبعا في الفرن مش هيحط لك كمية الجبنة دي كلها. فهمت انا كنت قصدي على ايه؟ في الفرن كمية الجبنة دي كلها مش هتتحط. فانت ما تعمليها في البيت هتبقى اوفر طبعا بكتير ليكي وانضف. كفاية النظافة.
طبعا شريحتين من الفلفل الاخضر او فلفل الوان او الموجود عندك، ده ذوقك انت بقى وبراحتك انت. على شريحة من الطماطم، على كام شريحة كده من الزيتون، بس هي دي الحشوة اللي معايا. لا حاطة بقى فيها لحمة ولا حاطة فيها سجق ولا بسطرمة ولا لانشون ولا اي حاجة خالص. في الصاج اللي معاكي او الصينية خلصي، والواحدة بوحدتها كده ورصيها في الصاج على طول. سهلة جدا. هعمل كمان واحدة معاكم. طبعا الميني بيتزا دي عجبت ولادي جدا وعجبت جوزي وعجبت كل اللي دقها جدا، وقالوا لي اعملي منها تاني وطلبوها مني تاني. وبعد ما خلصت كانوا بيقولوا لي مفيش كمان، يعني وصفة سهلة جدا. وصفة سهلة وما خدتش وقت، يا دوبك هي بس مدة التخمير. معلقة برضو من الصلصة أو الكاتشب، على شوية كده من الجبنة، على شريحة طماطم أو فلفل مع زيتون. الوصفة دي طبعا أنا عملتها لهم عشان هي سهلة جدا وبسيطة، وطعمها كان تحفة يجنن، طعمها فعلا كان يجنن. كانت جميلة جدا جدا يعني، ما كنتش متخيلة ان هي تطلع بالحلاوة دي. فالطريقة سهلة عليكي وتقدري بإذن الله انت تعمليها، يعني بشوية دقيق. وانا قلتلك بديل اللبن، لو ما فيش موجود عندك لبن هتقدري تحطي كوباية مية بدل كوباية اللبن، مفيش مشكلة. هعمل كمان واحدة بس علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، وارجع اوريكم كمية بعد ما خلصتها. طبعا انتي مش حابة ان انتي تفردي العجينة بالكوباية او المج او البولة، تمام مفيش مشكلة، افرديها بايدك، بس انا حبيت كده عشان يبقى لها حرف. يعني الدنيا سهلة عليكي خالص، مفيش حاجة معقدة عليكي ولا تصعبي حاجة على نفسك. شوفي الفيديو قومي نفذيه على طول، هتعجبك وهيعجبك طعمها وهتعجب ولادك جدا. طبعا دي اخر واحدة معانا، انا بقى بخلص الكمية وبرجع بوريها لكم تاني. طبعا الفرن سابق التسخين، دي كده الكمية. الفرن وانا بشتغل كان الفرن سخن معايا. دي بعد ما دخلت الفرن وخرجت من الفرن ما شاء الله جميلة جدا جدا، والجبنة سايحة فيها جدا زي ما انت شايف. انا بس عايزة احاول اجيب الارضية، مش عارفة ظاهرة ولا ايه. ارضيتها جميلة جدا جدا ومستوية وهشة وعجينة قطنية ولذيذة بشكل، بصراحة جميلة جميلة جدا جدا الوصفة دي. خلاص بقى انا كده بعد ما خلصت وطلعتها من الفرن، حطيها بقى على طبق التقديم وبألف هنا وصحتين على قلبك. يا ريت بقى لو الفيديو بتاعي نال اعجابك ما تبخليش عليا باللايك. انا عايزه اللايكاتكم طبعا بتشجعني جدا يا جماعه والله العظيم. ولو انت مشتركتش في القناه اشتركي وفعل الجرس علشان كل حاجه بعملها توصلك.